ان شاء الله كده، وان شاء الله الحاج هنعمل حاجه حلوه كده. مش هحرق لكم المفاجآت، خليكم معانا عشان تعرفوا كل حاجه خطوه بخطوه. خليهم نوريهم جاهزه يا احسن على سحر؟ الطبيعه. احسن. رجعتك لايام زمان. رجعتني 100 مبسوطه سنة. يعني؟ انا مبسوطه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحة وخير. مفاجأتين جامدين جدا. مفاجأة بنسبة كبيرة يعني تتعدى 50-60% مش حلوة، والمفاجأة الأهم والمفاجأة الأجمل تجهيزات حفل السبوع. 3 خرفان، كل خروف ينطح خروف. بدء فعاليات المفاجآت، أحداث حصرية هنعرضها لكم بعد فترة، وبعيدا عن أي خلاف أو أي سوء تفاهم. وجب علينا ما نخرجش بره نطاق كلمة الحق وعرض الأخبار، علشان ما يبقاش اتخذنا زي غيرنا مبدأ معاكم عليكم. لازم نبقى واثقين من تصرفاتنا قدام متابعينا، لأن هم الأهم، لأن دول الإخوات والسند، دول الأساس اللي بيجعلنا دافع دايما نقول كلمة الحق، وإن احنا نظهر بشكل مشرف قدام متابعينا وقدام إخواتنا وأهلنا. بحب أرحب بكل الناس اللي دخلت لي جديدة على القناة، كلكم على راسي من فوق. وطبعا كامل الاحترام والتقدير للناس اللي بتحب تتناقش في الكومنتات، يقول رأيه ويسمع رأيي ونتناقش فيه بشكل محترم وشكل عقلاني. الناس دي كلهم على راسي بلا استثناء، بدون ذكر اسماء عشان ما اقولش حد وانسى حد. في ناس كتير جدا بعتبرهم فعلا اما بعمل فيديو وما يعملوليش كومنت بحس ان في حاجة ناقصة في اليوم، لان هم فعلا دول اخوات وسند اللي بيتناقشوا معانا بالشكل العقلاني والمحترم، واللي بيجعلنا دايما في مراجعة حسابات نفسنا، يا اما كنا صح او في حاجة لازم نراجع فيها نفسنا. وكلمة الحق، مفيش حد معصوم من الخطأ، مفيش حد سوي بنسبة 100%. كلنا عيوب وكلنا اخطاء، لاننا بني ادمين في الاول والاخر، والانسان خطاء، ممكن حتى خطأه يكون في الرأي فقط. ففي مفاجأتين اللي معانا النهاردة. مفاجأة الاولى مش عارف ابدأ بالحلوة ولا الوحشة، بس هعرض لكم الوحشة سريعا كده، واللي هي استغلال اسم العيلة. ودي حقيقة لبعض الناس، وبعض الناس اللي استغلوا اسمهم واللوجو بتاعهم، مش مجرد ان يقول يطلع خبر او يعلن عن حدث، لا بالعكس، ده عملوا اللوجو وخدوا فيديوهات بالنص. يمكن ده كان سبب من اسباب ترددي في موضوع الدروب اللي حصل معايا على القناة والإبلاغات، بمناسبة ان ليه الناس ديت ياخدوا محتوى كامل وما يبقاش في اي اعتراض لهم. ويمكن حد من اخواتنا وجه الموضوع ده، كنت انا بدأته، وجهت المتابعين وكتير من الناس على المنصات ان في ناس بتستغل الاسماء للصالح الشخصي، ودي ممكن يكون بيضر بالاخرين. بس ما وجهتش الموضوع بمباشر باسماء، بس في حد من الزملاء وجه بالاسماء، وكان الموضوع واضح بعد ما انا اتكلمت وهو عرضوا الاخبار الحصريه بالاسماء. كان الموضوع خد شكل تاني، بس فوجئت الشيء اللي صدمني ان بعد ما احنا وجهنا اليوتيوبرات والقنوات للناس ديت، بدل ما يحدوا من اللي هما بيعملوه بالعكس زادوا اكتر، بدأ يتعمل باسماء بقيه القنوات، ويعرضوا كمان فيديوهات حصريه كامله مباشره على القنوات دي. نتمنى ان ربنا يهديهم، كل مجتهد نصيب. مش عايز ابقى قاسي عليهم وان هم بيستغلوا وان كلام من ده. نتمنى يكونوا ينقلوا اخبار او يعرضوا احداث او يتناقشوا في بعض الامور. ده الخبر او الجانب اللي سيء نوعا ما. الخبر المميز بقى ان محمود بدأ يجهز للحفلة بتاعة ادم ب3 خرفان، وده اللي وجه له في اخر فيديو عملوه. والخطأ اللي كان وقع فيه زي ما قلنا قبل كده، وكان اللي هو قال ان هو هيعمل مفاجأة للعيلة بخروج البيبي، بالرغم من ان هو ودى الاولاد، وخطأ في الحتة ديت ونسي يشيلها، وان هو كان قال العيلة قبل اصلا ما يوصل بالبيبي.
عامة الحمد لله على السلامة، ومش هنتناقش تاني في موضوع ان هو حاول يكذب خبر خروج البيبي من قبلها، وان البيبي كان متواجد والكلام من ده. الاهم في الموضوع ان البيبي خرج بالسلامة، ربنا يحفظه لاهله ويحفظ كل اولادنا يا رب العالمين. ووعد متابعينه بحفلة قوية، ونتمنى ان تكون حفلة قوية ما تكونش زي حفلة حمدي، الحفلة اللي بقالنا كام شهر بنجهز فيها والله اعلم هتحصل فعلا ولا كان مجرد عرض تشويقي فقط لا غير. وقال مثلا على اساس ان الناس كده كده فترة وهتنسى، بس احنا ما بننساش. محمود وجه بقى لحفلة جامدة جدا. في بعض الناس اللي رشحوا ان تأخير المفاجأة بسبب عدم رجوع محمد من دبي. محمد ما زال في دبي. في ناس عرضت كان هو عرض في فيديو قصير كده، واللي هو كان راجع فيه على اساس ان هو راجع فيه ومتفاجئ باخواته قرع وكده، وبعد ما حلقوا وبعد كده عرض فيديو تاني ان محمد ما زال في دبي لسه ما رجعش، مع ان الاخبار اكدت ان محمد وصل تركيا مع ابو وفاء وموجودين دلوقتي في تركيا، وان هما ما هيرجعوا مع بعض. وده كان السر اللي انكشف بسبب الاتنين باسبور. محمود بقى بيجهز الموضوع ب3 خرفان. ليه 3 خرفان والسنة قالت 2؟ وضح محمود الامر اني 2 خرفان على السنة والشريعة اللي هي العقيقة يعني، وان دول هيخرجوا لاهل الله كاملين. وهو ده الصح والمتعارف دينيا ان العقيقة بتنعمل المفروض ان هما بيبقى لهم نسبة فيهم، نسبة على ما اتذكر الربع، والافضل ان هما يخرجوا كاملين. حتى لو هيعمل لهم اكل بيخرجوا كاملين، بيأكل بيهم الناس او بيوزعهم حسب ما يحب. الافضل ان هو ما ياخدش حاجة من العقيقة ديت، ويكون كلها خارجة لوجه الله ابتغاء مرضات الله، وأضحية لسلامة البيبي ورجوعه بالسلامة. وصرح محمود على الخروف الثالث ان ده هيكون عقيقة، وان هيعزم فيها الجيران والاهل وكلام من ده. بس الله اكبر يعني العيله كبيره محتاجه خروف لوحدها يعني، مش بيتهيألي مش هيعرف يعزم حد يعني. وده على سبيل الكوميديا مش على سبيل التريقه ولا اي حاجه. ربنا يحفظهم طبعا، والف الف مبروك لتجهيزات بدايه التجهيزات. ونتمنى انها تكون حفله قويه مش مجرد كلام وتشويق زي ما حصل مع حمدي وكمان العيلة حوارات، واللي دايما بيوجهوا على ان في مفاجأة جامدة، وما زال الى الان الوقت عمال يتأخر ومفيش اي رياكشن ولا اي شيء يجذب تشويق المتابع ويرجعوا للعصر الفيديوهات القوية للعيلة. منتظرين طبعا كله الحفلة هتكون في الفيلا ولا بره، هيكون الوضع ماشي ازاي. بس احنا دلوقتي قبل الحفلة منتظرين العقيقة اللي المفروض ننعزم احنا فيها بقى، يعني المفروض ان يعزمونا يعني هنيجي والله بس يعزمون. منتظرين عزومة محمود لنا وهنروح له ان شاء الله. واحنا ما بناكلش كتير، انا مش من هواة الاكل كتير بس بشرب ميه كتير. الف الف مبروك، ونتمنى تكون في مفاجأة فعلا سعيدة وتكون قوية ترجع عصر قوة الفيديوهات بتاعت العيلة من تاني. منتظركم في احلى اخبار ننقلها لكم على خير ان شاء الله. مستني دعمكم باللايكات والاشتراكات والشير لو امكن. صلوا على سيدنا الحبيب ما تنسوش، وحدوا الله، وكومنت جميل منكم سلبي او ايجابي على راسي من فوق. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، ومنتظركم في الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله.